السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في فيديو جديد. تواصل سيارة رونو كويد 2024 في الجزائر تسجيل تراجع كبير تجاوز 75 مليون سنتيم. هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات الجديدة. وبدون إطالة نبدأ الفيديو على بركة الله. أعلن تاجر سيارة متعدد العلامات ببلدية دال إبراهيم ولاية الجزائر عن تسويق سيارة رونو كويد 2024 باللون الأسود مع تسليم فوري بالبطاقة الرمادية. وأعلن هذا التاجر خلال إعلان وضعه على موقع وادكنيس أن السيارة متوفرة باللون الأسود، وهي مزودة بمحرك بنزين اقتصادي بسعة 1.0 لتر بقوة 92 حصانا. وأكد هذا التاجر أن السيارة تحتوي على جميع وسائل الراحة والأمان، على غرار شاشة لمسية كبيرة بمقاس 10 بوصة، وتكييف هواء رقمي، وأنظمة ABS، ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجة USB، ومستشعر ركن خلفي، قيادة معززة، أضواء نهارية تحمل الهوية الجديدة لعلامة رونو والتي جاءت على شكل حرف سي، مرايا جانبية إلكترونية، التحكم الآلي في النوافذ الأربعة، عجلات معدنية. وتراجع سعر هذه السيارة من 340 مليون سنتيم إلى 289 مليون سنتيم، ثم إلى 265 مليون سنتيم لأول مرة. وأكد هذا التاجر أن سعر السيارة حدد ب 265 مليون سنتيم، وهو أرخص سعر لهذه السيارة في الجزائر لحد الآن. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.